خلينا في الأول نتفق مع بعض على حاجة. الواحد فينا فجأة كده ساعات بيحس نفسه مش طايق تفتح اللابتوب، وكتاب الشهادة اللي كنت بتموت نفسك عشان تشتريه بقى تقيل على قلبك، وبقيت بتسأل نفسك هو أنا إيه اللي رماني الرمية دي؟ ما أنا كنت خليني محاسب عادي وخلاص، أو حتى أسيب المهنة دي خالص وأفتح أي مشروع تاني بعيد عن الأرقام والحسابات. لو ده حصل معاك وحسيت بكده فعلا، فأنا حابب أقولك مبروك، أنت مش لوحدك، أنت كده إنسان طبيعي، وإن اللي بتمر بيه ده طبيعي جدا. اللي أنت بتحكي عليه ده حاجة اسمها الاحتراق المهني، وده بيحصل لما تضغط على نفسك بزيادة فترة طويلة شوية، مذاكرة زائد شغل زائد ضغط زائد توقعات عالية، وفجأة تلاقي نفسك مش مركز أو مش فاهم، أو حتى سقطت في امتحان أنت كنت معتمد عليه، وساعتها تبدأ تقول لنفسك أنا مش مناسب للمجال ده. الحقيقة إن الإحساس ده مش معناه إنك فاشل، الإحساس ده دليل إنك تعبت زيادة عن اللزوم من غير ما تاخد نفس في النص، وإن خزان طاقتك فضي ومحتاج يتشحن تاني. صح؟ خد بالك إن الضغط ده بيجي من كام حاجة: صدمة الامتحان، إنك تذاكر وتدخل الامتحان وما تتوفقش فتحس إن الدنيا اسودت قدامك، عقدة الفصل الصعب، لما تقف قدام فصل معين وتلاقي نفسك مش فاهم فيه كلمة فبتحس إنك مش ذكي كفاية، طول النفس. الشهادات المهنية مش سبرنت سريع، دي ماراثون طويل، ومن الطبيعي قوي إن نفسك يقطع منك في النص. طيب تعمل إيه بقى لما تحس إنك جبت آخرك وجبت جاز خلاص؟ أول حاجة خد مهدنة محارب. عادي جدا إنك توقف مذاكرة أسبوع كامل، إيه المشكلة؟ اخرج، سافر، نام، افصل دماغك تماما عن جو الأرقام والحسابات والمذاكرة. الهدنة دي مش تضييع وقت، دي صيانة لعقلك عشان يعرف يكمل بعد كده. كمان اقبل ان اللي بيحصل لك ده طبيعي، واي حد ماشي في طريق طويل وتقيل لازم هيعدي بالمرحلة دي. الاحساس ده مش فشل، هو جزء من الرحلة بتاعتك. كمان لما ارجع بحجم اصغر، ما تدخلش تاني تذاكر بال5 وال10 ساعات، ابدأ ب30 أو 45 دقيقة بس، لأن الفكرة هنا إنك ترجع تتحرك، مش ترجع تضغط على نفسك تاني. كمان عندك قاعدة الفصل الواحد، واقف قدام فصل معين صعب عليك، سيبه وروح ذاكر فصل تاني أسهل وارجع له بعدين. ما تخليش فصل واحد يوقفك عن مشوارك كله. كمان ما تربطش نفسك بنتيجة واحدة، دخلت الامتحان وسقطت، ايه المشكلة؟ عادي جدا، ده مش نهاية الطريق، ده جزء من الطريق اللي انت ماشيه. واهم حاجة دايما فكر نفسك بالسبب. الاحتراق ده بيحصل لنا لما ننسى احنا اصلا بدأنا ليه. ارجع كل شوية لنقطة البداية وقول لنفسك انت كنت عايز تتحسن، ولا كنت عايز تزود دخلك، ولا تغير مستقبلك؟ حط الهدف دايما قدام عينك تاني، وساعتها هتعرف تكمل. خد بالك ان النجاح في الشهادة الدولية مش بس انك تكون شاطر في الارقام، النجاح الحقيقي انك تكون نفسيا اقوى من الضغط. فلو تعبت ريح بس ما تبطلش، وافتكر دايما ان اصعب نقطة في اي طريق هي النص، لانك لا وصلت في الاخر ولا لسه واقف في البداية. فبلاش تسيب نفسك عند النقطة دي كتير، كمل حتى لو بخطوة صغيرة بعدها، لان اللي بيكمل هو اللي بيوصل في الاخر.